أجمل حاجة في الدنيا لما ربنا ينعم عليكي بولد صالح أو بنت تشيلك لما تكبري. علشان كده فضلت مستنية الخلفة من زمان، خصوصا إني كنت متجوزة في بيت عيلة، وحماتي كانت كل شوية تزن عليا بالكلام وتقولي أنا نفسي أشيل عيال ابني، مش هتفرحيني بيهم قبل ما أموت؟ دي كوثر جارتنا مرات ابنها متجوزة بعدك وجابت 3 في بطن واحدة. وعلشان كده حاولت أنا وأشرف جوزي إننا نروح للدكاترة أكتر من مرة علشان أقدر أخلف، لكن ربنا ما كانش رايد واتأخر الحمل سنين. أنا منار، اتجوزت قبل سلفتي مروة ب2 سنين، وكانت عادات عيلة جوزي إن اللي يجيب ولد هو اللي هيبقى كبير العيلة ويورث حماية بعد عمر طويل. حماية كان تاجر دهب، وأشرف جوزي وأخوه سعيد كانوا شايلين معاه الشغل. وفي يوم سمعت زغاريت جاية من شقة حماتي وحماية، ونزلت أنا وأشرف وما كناش عارفين فيه إيه، لحد ما قالولنا إن مروة حامل وكلها 7 شهور وتجيب أول حفيد للعيلة. حماتي كانت طايرة من الفرحة، خصوصا إن مروة تبقى بنت أختها. ومن بعد مروة ما بقت حامل في العيل اللي نفسهم فيه، بدأت أحس بالشفقة من كلامهم معايا، كأني معيوبة أو ناقصة أو هسرق فرحتهم. لكن يشاء ربنا إن بعد يومين بس أتعب وأدوخ وأنا واقفة بطبخ للعيلة، ولما يجي الدكتور يقول لهم إني حامل في الشهر الثالث. كل العيلة كانت فرحانة علشاني أنا وأشرف، إلا مروة اللي كانت حاسة إن دلوقتي مفيش حد أحسن من حد. ولما أشرف جوزي حب يريحني قال لي ما تعمليش أي حاجة، وأنا هجيبلك ست تساعدك وتقوم بكل طلبات البيت. غيرة مروة بانت، وكنت بلاحظ نار في قلبها ومدرياها، وخاصة بعد ما كنت هفضل شايلها وشايلة البيت لحد ما تولد. دلوقتي بقى زيها. بعد 4 شهور الدكتورة اللي بتابع معاها بشرتني وقالت لي إني هجيب ولد. كانت فرحتي مش سايعاني، وقررت أفرح الكل معايا. ولما جه ميعاد كشف مروة قالت إنها هي كمان هتجيب ولد، وساعتها الفرحة بقت فرحتين، والكل بقى منتظر اللحظة اللي هينور فيها أول حفيد للعيلة. عدت ال9 شهور والقدر كان تعب أنا ومروة في يوم واحد، وإحنا الاتنين دخلنا نفس المستشفى وولدنا في نفس الوقت. بعد ما فقت لقيت أشرف جوزي جنبي بيقولي مبروك يا حبيبتي، جبنا بنت زي القمر. استغربت، أنا ما يفرقش معايا ولد ولا بنت، بس إزاي الدكتورة تغلط غلطة زي دي؟ أخدت البنت في حضني وقررت أسميها دنيا، وبعد دقايق جت حماتي وفي إيديها ابن سعيد ابنها، وقالت لي سمي الله خدي آدم ابن سعيد. كان الولد بيعيط والمفروض يرضع. سألت حماتي على أمه، قالت لي إنها لسه ما فقتش وإن أنا وهي واحد. وبعدها أخدت الولد واديت البنت لباباها بعد ما كنت خلصت رضاعة ليها. كان جميل، وأول ما شلته سكت وبقى هادي ورضع ونام. بعد ما روحنا حياتنا كلها اتغيرت. حماية جمع أشرف وسعيد وقال لهم إنه من النهاردة قرر يرتاح في البيت ويسيب لهم المحلات بتاعته يدوروها بمعرفتهم، وإن سعيد هو اللي هيمسك كل حاجة عشان هو اللي جاب الولد. أشرف جوزي كان حزين شوية من اللي قاله حماية، خصوصا إن سعيد ما كانش بتاع شغل، وكمان هو الصغير وكان مسرف وقليل لما كان بيهتم بشغل المحل. لكن قلتله إن إحنا جات لنا بنت وربنا هيرزقنا برزقها، والبنات رزقها واسع. ضحك وقال لي الحمد لله، وأنا كمان هحاول أشوف شغل خاص بيا، ونبهني معرفش حد، علشان من أول يوم وأنا كان نفسي نعيش لوحدنا وتبقى حياتنا مستقلة عن بيت العيلة. وفعلا لقى أشرف محل للإيجار وبقى يشتغل فيه في الأجازات. وعدت السنين وحماية توفاه الله، واللي كان جوزي خايف منه حصل. وقف سعيد قصاد العيلة كلها وقال من النهاردة كل حاجة بقت باسمي،
المحلات والبيت والعربيات. بس مش معنى كده اني هنسى حد فيكم. حقوقكم محفوظة، لكن انا اللي هصرف. وبعد كده بص لأشرف وقال له: وانت يا اخويا انا هكفي بيتك بما يرضي الله. رد عليه أشرف وقال له: انا كنت عارف ان ده هيحصل، بس يا سعيد انا ما كنتش مستني لا ورث ولا فلوس، ومن بكرة انا ومراتي وبنتي هنمشي ونسيب البيت. وفجأة مروة قالت: لا ما ينفعش. بصت لها حماتي وقالت لها: مفيش كلام بعد كلام جوزك، واسكت انتي ما تتدخليش بين الاخوات. كنت كنت مستغربة رد فعل مروة، لانها في بداية جوازها كانت بتغير من اي حاجة انا بعملها، وما كنتش حاسة انها بتحبني. لكن بعد ربنا ما رزقنا بدنيا وآدم، لقيت معاملتها اتغيرت، بقت تكلمني أكتر وتساعدني في تربية دنيا، وأنا كمان كنت بساعدها في تربية آدم، وكنا أغلب الوقت كويسين مع بعض. بس كنت فاكرة إنها هتفرح إننا هنسيب لها البيت ونمشي، علشان هتبقى هي الكل في الكل زي ما كانت عايزة من الأول. وعدى اليوم، وتاني يوم الصبح كنت مجهزة شنطنا أنا وجوزي وبنتي، وخرجنا من بيت العيلة زي ما اتكتب علينا. عدت 6 سنين وكان حالنا بيتحسن فيهم أكتر من الأول، وأشرف كان بيحكي لي إن أخوه سعيد بيخسر، وكمان عرف إن سعيد اتجوز على مروة مراته من وراها، واللي اتجوزها كانت بنت سيئة السمعة، وللأسف ضحك عليه وواخدة كل اللي وراه واللي قدامه. ولما حماتي عرفت باللي حصل، وقفت قصاد سعيد وقالت له يطلق مراته التانية، لكنه زعق فيها وقال لها ان دي حياته، ومش من حق اي حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. وحماتي ما قدرتش تتحمل الكلام ووقعت من طولها. لما اشرف عرف، اتصل بيا وقال لي اروح له المستشفى اللي فيها امه. كانت الدنيا وقتها في المدرسة، لكن موبايلها كان مقفول، وكنت قلقانة عليها. جريت على المستشفى والدكاترة قالوا إن حماتي عندها جلطة على القلب، وإن الانفعال اللي حصل لها سبب لها الجلطة، وإن مفيش حاجة يعملوها لها غير إنهم يستنوا لحد ما الخطر يزول بعد 6 ساعات. أنا وأشرف في المستشفى مفيش ولا مرة رنيت فيها على دنيا وردت عليا. كنت مفكرة إنها هتكون دلوقتي في البيت، وكان لازم أرجع لها. سبت أشرف لوحده وقلت له إني هرجع البيت عشان أشوف دنيا، وهرجع له الصبح. لكن لما رجعت البيت لقيت بنتي مش هناك. كانت الساعة 10 بالليل، وكنت هتجنن من القلق عليها. اتصلت بأشرف وقلت له إن دنيا ما رجعتش، وإني اتصلت بأصحابها قالوا إنها سابت المدرسة من الحصة التالتة. خرج أشرف وقدم بلاغ، لكن للأسف قالوا له إنه لازم يستنى 24 ساعة على اختفاء البنت. قلبي حرقني على بنتي، وأنا مش عارفة هي فين، ولا راحت عند مين، ولا حتى اتخطفت، ولا هي فين بالظبط. كل الاحتمالات السيئة كانت بتدور في دماغي، وأنا مش عارفة أروح فين ولا أجي منين. فضل أشرف تاني يوم يسأل عن البنت في كل مكان، وكنت أنا في البيت. وفي الوقت ده اتصلوا عليا من المستشفى وقالوا لي إن حماتي أخيرا فاقت. ما كانش قدامي غير إن أروح لها المستشفى لحد ما أشرف يطمني ويلاقي بنتنا. ولما رحت لقيت حماتي صاحية، لكن كان لسانها تقيل وكلامها مش مفهوم بسبب الجلطة اللي حصلت لها. ولما قربت منها فسرت كلامها وهي بتقول: خلفتي ولد يوم الولادة، ابنك. وقبل ما تكمل الجملة بدأت الأجهزة تصفر، وراحت حماتي للي خلقها. ناديت على الدكاترة لكن ما كانش فيه أمل، وتوفت حماتي. لكن الجملة اللي قالتها لي ما كانتش بتفارق خيالي لحظة واحدة. كلمت أشرف وما كانش لقى بنتنا لحد دلوقتي، وما كانش ينفع أقوله خبر وفاة أمه على التليفون. سألته وقلت له أنت فين؟ قال لي إنه مستني آدم عشان يسأله لو كان شاف دنيا، وهو معاها في المدرسة، وممكن يعرف إيه اللي حصل. ساعتها جسمي أشعر وافتكرت كل حاجة يوم ما ولدت، وإن آدم سكت معايا
ومعاملة مروة اللي اتغيرت معايا وحبها الشديد لدنيا. كان الشك اللي جوايا بيقولي ان ادم هو اللي ابني، وان الدكتورة مغلطتش لما قالتلي ان هخلف ولد. قلت لأشرف ان هجيله على المدرسة، وفعلا رحت. ولما وصلت لقيت أشرف بعتلي رسالة بيقولي انه راح مع ادم لبيت مروة. لما حاولت اتصل بيه لقيت موبايله اتقفل، وساعتها ما كنتش عارفة اروح فين. اتصلت بسعيد وقلت له ان امه ماتت. فضل يبكي وقال لي انه هيروح المستشفى يخلص كل الاجراءات. سألت سعيد عن مروة، قال لي انها سابت البيت ورجعت لبيت اهلها، وساعتها رحت هناك عند بيت مروة القديم. ولما وصلت لقيت دنيا بنتي وآدم وأشرف جوزي ومروة قاعدين. ولما جريت على دنيا وحضنتها وقلت لها كنت فين وانا متعصبة، لقيتها بتقولي انتي مش ماما. بصيت لأشرف وقلت له يعني ايه اللي بيحصل هنا، وايه معنى الكلام اللي امك قالته ليا قبل ما تموت. ساعتها أشرف بصلي بحسرة وسابني ومشي. حاولت اخد دنيا وامشي، لكن مروة زعقت فيا وقالت لي انتي ما سمعتيهاش؟ مش قالت لك انتي مش امها؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني دنيا مش بنتك انتي، دنيا تبقى بنتي انا. ساعتها قعدت وانا مصدومة. قلت لها طب آدم يبقى ابني صح؟ انا كنت حاسة انه ابني، كنت حاسة انكم ضحكتوا عليا. حماتي كانت بتحبك اكتر ما بتحبني علشان هي تبقى خالتك، وقالت طبعا انك انتي وسعيد اولى بالورث والثروة مني علشان انا غريبة عنكم. كنت هتجنن وانا بفسر كل اللي حصل، واخدت ادم في حضني وقلت له انا كنت حاسه انك ابني. حتى لما شلتك اول ما اتولدت سكت معايا لاني امك، لكن ما حسيتش بنفسي غير وانا بقع على الارض بعدها. ولما فقت كنت في البيت عندي، كان اشرف لسه راجع من بره بعد ما دفن امه هو وسعيد اخوه. قبل ما اتكلم قال لي انا عايزه اقولك حاجه ويا ريت نتكلم بهدوء. وبعدها كمل كلامه وقال لي انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن اللي حصل، ومعرفش اللي امي عملته غير من كام يوم بس. لما كانت امي في المستشفى بين الحياه والموت اعترفت لي بكل حاجه. لما قلت لها انا عارف انك بتحبي سعيد اكتر مني وكنتي دايما بتفضليه عليا في كل حاجه، قالت لي انت ما تعرفش حاجة، انا عملت علشانك اللي انت ما تتصورهوش. ولما سألتها ايه اللي هي عملته علشاني، قالت لي ان يوم ما كنتي بتولدي ولدتي ولد لكنه اتولد ميت. وفي نفس الوقت مروة مرات اخويا ولدت توأم، ولد وبنت. وساعتها امي غصبت عليها انها تقول انك خلفتي بنت وما تجيبش سيرة ابننا اللي مات. ومروة ما قدرتش تعترض على كلام أمي لأنها أقنعتها إن البنت هتتربى معاها في نفس بيت العيلة، وإنها هتكبر قدام عينيها ومش هتبعد عنها. وكمان أمي وعدتها إنها هتبقى ست البيت والورث كله هيبقى من نصيبها لو وافقت على شرط أمي. وعلشان كده مروة كانت متعلقة بدنيا بزيادة، لكن لما قررنا نسيب البيت مروة بقت تعمل مشاكل كتير علشان ترجع البنت لحضنها وتربيها مع أخوها. ولما الولاد كبروا وبقوا في المدرسة سوا، لاحظت مروة إن آدم بيتكلم عن دنيا كتير وإنه فاكر إنها بنت عمه، فخافت من اللي هيحصل بعد كده، وقالت لحماتها إن ده آخر يوم هتخبي فيه السر. بعدها راحت مروة المدرسة وأخدت دنيا وفضلت تحكي لها على اللي حصل كله. ولما دنيا ما صدقتش، مروة قالت لها إن عندها وحمة في جسمها ورثتها عنها. ولما دنيا شافت نفس الوحمة عند مروة في نفس المكان اتأكدت إنها أمها الحقيقية. أنا كنت بسمع كلام أشرف وأنا مش مصدقة نفسي، بس لما صممت إن أتأكد من الوهم الجميل اللي كنت عايشاه وعملنا تحليل DNA وطلع فعلا كل كلام أشرف صح. طول الوقت كنت فاكرة إن دنيا هي بنتي، وبعد اللي قالته حماتي شكيت إن آدم هو اللي ابني، وعلشان طمع مروة في الميراث بدلوا الأولاد. وكل ظنوني دي تطلع غلط في غلط،
وابني أنا هو اللي مات. ساعتها أشرف طبطب عليا وصبرني وقال لي: تعرفي يا منار إن ابننا ده سبقنا على الجنة؟ طب تعرفي إن هيكون شفيع ليا وليكي يوم القيامة؟ وعلى قد ما كنت مصدومة وحزينة بسبب اللي حصل لابني اللي ما شفتوش ولا لحقت أحضنه، على قد ما كلام أشرف صبرني وريحني قوي، وعرفني إن السعادة الحقيقية ممكن ما تكونش في الدنيا، وإن ربنا ليه حكمة من كده، إنه يعوضني بفرحة كبيرة في الآخرة. وبعد فترة عرفنا إن سعيد طلق مروة علشان كشفت السر اللي حماتي أمنتها عليه زمان، وطبعا مروة رفعت عليه قضية علشان تاخد حقوقها وحقوق عيالها. وبعد شهور رجعت مروة لبيت العيلة وخدت جزء كبير من الميراث، لأنها كانت حاضنة ومن حقها تسكن في مكان مناسب للأولاد. أنا وأشرف كنا كل أسبوع بنزور مروة ودنيا وآدم، ورغم كل اللي حصل بس مروة كانت طيبة معايا وما كانتش بتمنعني أشوفهم أو أطمن عليهم، بالعكس شكرتني إني ربيت دنيا وشكرت تربيتي فيها، وقالت لي إنها مؤدبة ومطيعة وخلوقة، ووعدتني إن أنا هفضل دايما أمها التانية. أما أنا وأشرف كنا لسه بنتعود على غياب دنيا من البيت، وكنا حاسين بالوحدة وإن البيت بقى وحش من غيرها. وساعتها قررت أنا وهو نخلف مرة تانية، ورغم إن المحاولات هتبقى صعبة بعد طول العمر ده، إلا إننا حاسين إن ربنا هيكرمنا ويرزقنا بذرية تقر عنا وتفرح قلوبنا. ادعوا لنا يا رب يرزقنا ويرزق كل مشتاق.